بيبدأ الفيلم ببيكس، ودي بنت بتشتغل في المزيكا وكده. كانت في نيويورك في اوضه صغيره تحديدا، والحيطان قريبه كده والاضاءه خافته، وقاعده لوحدها ماسكه الجيتار وبتعزف بهدوء. صوتها مش عالي وباين عليها بنت حساسه وهاديه جدا، كانها بتحكي لنفسها مش لحد تاني. بدات الكاميرا تقرب على وشها كده، وكان باين عليها انها تعبانه. وفجاه المشهد بيتغير وبنلاقيها في مواجهه مع حبيبتها، مكان متوتر جدا وهي مرتبطه بواحده بنت. بس في جمله بتتقال كده بتكفي الموضوع كله، انها بتقول لها انها بتخونها. فبيكس ما بتنهارش وما بتعملش اي حاجه، بس بتسكت خالص كده وبتتصدم وكانها بتستوعب كل حاجه حصلت. وبعدين على طول بيجيبوا مونتاج سريع كده، تفتح الشنطه وترمي الهدوم والجيتار بيتحط كده وتمشي بره المكان. بتسوق بره الطريق عشان تطلع تسافر بلد تانية. ولما توصل للبلد فعلا بدأ الإحساس يتغير شوية. الشوارع كانت فاضية والبيوت شبه بعض، مفيش أي دوشة، كأن الدنيا واقفة. فبتقف قدام بيتها القديم وبتتردد اللحظة، وبدأت تخبط. فما بتفتح الباب وبدات تبص لها كده ان هم العلاقه بينهم مش حلوه يعني. فقالت لها اهلا، وبعد كده قعدوا يتعشوا كده سوا. فامها حاولت تملى الصمت ده وتقول لها شفتي الجيران عملوا ايه، شفتي الاسعار بتاعت الحاجات، وعن حاجات يوميه كده. بدات ترد عليها بتقول لها تمام ماشي. في لحظه كده الام بتبص لها بتقول لها انت هتقعدي هنا قد ايه يا بيكس معلش؟ فبيكس قالت لها مش عارفه عادي. وتاني يوم بيكس بتخرج تتمشى في البلد، وكل حاجه بتفكرها بالماضي، الشارع اللي كانت بتمشى فيه والمحلات والحاجات دي كلها. كان في ناس فاكراها وناس لا يعني. بدات تروح بار صغير كده بالليل، المكان كان هادي شويه، وبدات تقابل ناس قليله كده قاعدين، كان منهم واحد عارفها. فقال لها طب ما تطلعي الجيتار وتعزفي، انت شاطره في المزيكا وكده. وبدات تقف قدام مايك قديم وبدات تعزف فعلا وتغني اغنيه بطيئه، وصوتها كان باين انه في وجع من حبيبتها اللي خانتها قبل كده. وبدات تقول كلمات عن الخيانه والهروب والاحساس الناس اللي فاقده مشاعرها وكده. بس في بنت معينه تحديدا كانت مركزه معاها قوي، اسمها اليس. وبعد الحفله اليس دي بدات تقرب منها باسلوب جريء شويه لكنها واضحه، وبدات تقول لها هو ايه الاغنيه اللي انت كنت بتغنيها دي، وايه حكايتك انت، قصتك ايه، وانت من نيويورك فعلا؟ بيكس بدات ترد بهدوء من غير ما تدخل في تفاصيل، لكن واضح ان في فضول متبادل بينهم. وبعد كده بيكس كانت في اوضتها، الباب كان مفتوح نص فتحه كده، وكانت بتعزف، وكانت اليس واقفه بره بتسمع من غير ما تدخل. ومع مرور الايام بداوا يقضوا وقت مع بعض وبداوا يقربوا لبعض فعلا. وكان في مره كده تحديدا كانت في العربيه بيكس سايقه، واليس حاطه رجليها على التابلو، والاغنيه كانت شغاله. في مشهد تاني مثلا كانوا قاعدين على الارض بيضحكوا على حاجه بسيطه، واليس بدات تحكي بتقول لها ايه، انا حاسه ان انا محبوسه، عايزه حاجه اكبر، فهماني يا بيكس؟ قالت فهماك، مفيش حد في الدنيا فاهمك قد. بدأنا نشوف مشاهد لإليس دي انها مرتبطه براجل كبير اصلا اكبر منها في السن. في مطبخ تحديدا كانوا بيتكلموا، كان عمال يتكلم بطريقه فيها زعيق وسيطره كده، وهي بترد بس في شكل انها دفاعي بس مش اكتر. في لحظه ما حاول يقرب منها وبدات تتجمد شويه، واضح ان العلاقه دي مش مريحه لإليس خالص. ونرجع تاني لبيكس في مشهد في المطبخ بينها وبين امها. وما بتسالها بتقول لها انت شغاله فعلا في نيويورك يا حبيبتي ولا كنت بتعملي ايه؟ بدات ترد عليها ردود قصيره كده كانها مش عايزه تتكلم. بدات الام تقول لها بصي هقول لك حكمه كده، يعني مش كل الناس ينفع تعيش الحياه دي. فبيكس بدات تنفض وما تردش خالص. والعلاقه بين بيكس واليس بدات تتصاعد اكتر. وفي ليله بعد خروجه كده كانوا راجعين سوا، الجو كان هادي شويه والشوارع فاضيه، فوقفوا قدام البيت وبعدين حضنوا بعض وباسوا بعض. المشهد كان بسيط جدا بس ده كان شراره العلاقه. وبدات الامور تتغير بعدها، اليس بدات تتعلق اكتر وتحس ان البنت بيكس دي حساسه قوي ومستوعبه مشاعرها عن الراجل الكبير اللي هي مرتبطه بيه ده. وبدات تبعت لها رسائل وتطلب تشوفها. وبيكس بدات تتوتر شويه، وبدات اليس تقول لها انا بحب ابقى معاكي، انت فاهمه حاجه زي كده ولا ايه؟ لما بوسنا بعض ده ما كانش شعور مراهق ولا حاجه. بيكس قالت لها بصي بصراحه انا مش جاهزه لحاجه زي كده دلوقتي، انا لسه واخده كافي على دماغي، وحبيبتي خانتني قبل ما اجي المدينه دي اصلا. فاليس بدات تسكت وبدات تحس انها الشعور مش متبادل. وبعد كده الراجل اللي كانت مرتبطه بيه ده بدا يرجع يضغط عليها. مشهد مواجهه بينها كده، بدا يتهمها انها بتتغير، وهي بدات ترد بعصبيه تقول له اتغيرت ازاي يعني. وبدا كده يبان بالتدريج ان هم بيبعدوا عن بعض، بس هي مش عارفه تخرج تماما من العلاقه دي. الاخير في الفيلم بيكس واليس كانوا نايمين سوا في اوضه بيكس بيت امها، وفجاه الام فتحت الباب وشافتهم مع بعض في وضع نوم سوا يعني. فاللقطه دي كانت نقطه تحول، لان الام ما صرختش بس نظرتها كانت تعبير عن الصدمه وخيبه الامل اللي بنتها فيه، لانها اصلا اوريدي كانت متوتره من وجود بيكس في بيتها. وبيكس واليس طبعا حسوا بالضغط، والموقف كله خلى بيكس تبدا تسحب نفسها وتفكر في الهروب تاني، لان السر اتكشف والمكان ما بقاش امان ليه. ورد فعل الام بعد كده بدات مواجهات كلاميه بينها وبين بيكس اللي بتوضح الفجوه الكبيره في التفكير بينهم. خصوصا ان الام كانت شايفه ان بيكس بتبوظ حياه اليس اللي اصلا عندها حياه مستقره مع الراجل الكبير، حتى لو الراجل الكبير ده بالنسبه لها ما بيساعدهاش او كبير في السن عليها، هي بالنسبه لها عايشه حياه مستقره وخلاص. ده في نفس الوقت بيكس بدات تقرب شويه من امها في مشهد صغير كده، كانوا قاعدين سوا يشربوا قهوه، والكلام بينهم ما كانش شديد يعني، بس في هدوء كده ما كانش فيه يعني، كانش حاله الهدوء دي موجوده قبل كده، وكانهم بيحاولوا يبداوا حاجه من جديد. وبعد كده بيكس واجهت اليس، واليس بدات تضغط تقول لها انت عايزه ايه مني؟ فبيكس بتتهرب لانها حاسه انها هي رافضه تبدا علاقه معاها، وفي نفس الوقت عماله تقرب لها. وبعدين بدات تقول بصراحه انا مش عايزه علاقه معقده، انا ممكن اقرب لك بس خايفه. فاليس اتعصبت جدا وقالت لها يبقى ليه بداتي اصلا؟ ليه بتتجاوبي معايا من الاول طالما انت مش جاهزه؟ بعد كده الصمت بعد السؤال ده طول قوي، فبيكس بدات تجهز الشنط بتاعتها والحاجه، ونفس المشاهد اللي في البدايه، الشنطه والجيتار والباب بيتقفل، لكن الفرق والشبه اهدى كتير مش مكسور زي الاول. في اخر لقاء بينهم وبين اليس في نظره طويله كده حصلت، ما اتكلموش خالص، بس كان في اعتراف ان كل اللي كان بينهم ده كان حقيقي، بس في ظروف تانية كان ممكن يعيشوا سوا. وفي اخر لقطه بيكس سايقه تاني على الطريق المفتوح ده، بس المره دي مش هروب، الاحساس اللي بيفضل معاها
ان في ناس بتدخل حياتك في وقت صغير جدا وتبقى مهمه قوي، بس مش كل علاقه مكتوب لها انها تكمل، وفي اوقات اكبر يعني النضج الحقيقي انك تمشي حتى لو قلبك عايز يوم. فكره الفيلم يا جماعه، الفيلم ده يا جماعه بلس 18 طبعا، هو موجود على اليوتيوب على فكره كامل ومترجم في نفس الوقت. هو بطوله مينا سوفري وواحده كمان كده مش مشهور قوي. يا جماعه الفيلم ده اسمه بيكس 2017 تمام. وهو عباره عن ايه بقى وتحليله ليه عشان نحلل الفيلم. يعني الفيلم يا جماعه بيتكلم عن حاجه اسمها بوردر لاين تمام. بوردر لاين ده يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو فلان قرب في حياتك وفلان ده ملاك بجد وما بيعملش اي غلطات، بس في نفس الوقت انت حاسس ان انت القرب ده هيأذيك بصرف النظر بقى عن تجربه بالماضي او بتقارنه بايه، ده بيخليك تبعد لوحدك، بتقول لفلان هنسحب وابعد من حياتك. وانا اتعاملت شخصيا مع نماذج كده كتير، ده غالبا بيبقوا ضحايا يعني تروما وحاجات زي كده هم صغيرين، او فكره ان حد في حياتهم دي بتخليهم مثلا يهتموا بشكل مبالغ فيه، فالاهتمام المبالغ ده لو ما مش متبادل بنفس القدر بيحسوا ان هم بيقللوا من كرامتهم ومن حاجات كتير عندهم. نيويورك في الفيلم ده بتمثل الحلم اللي انكسر ومكان الزحمه والفرص اللي بيكس فشلت فيه عاطفيا وماديا، والبلده الصغيره دي بتمثل السجن المريح مكان الهروب اللي بيكس بترجع له. طب علاقه بيكس بامها، العلاقه بين الجيلين يا جماعه اللي هو صراع الاجيال والقبول. الام شايفه ان بيكس فوضويه وبيكس شايفه ان امها رافضه الهويه بتاعتها وحياتها. ومشهد لما اكتشفت العلاقه فعلا ده المسمار الاخير اللي اكد لبيكس انها مهما حاولت مش تقدر تعيش بشرط حد تاني مكان ما بيقبلهاش فيه. شخصيه إليس هنا بتمثل التمرد، هي مش مجرد حبيبه جديده، دي مرايه البيكس كانت نفسها تبقى لو استسلمت للواقع يعني. وإليس عايشه حياه مرسومه، خطيب وبيت وروتين، بتبص البيكس كانها طاقه نور كده او فرصه تحرر. العلاقه بينهم كانت انقاذ لإليس عشان تحس انها لسه قادره تحب تاني، بس هي في الحقيقه كانت عبء على بيكس اللي لسه بتعالج جروح قديمه. الموسيقى هنا كانت لسان لحال البطله، يعني هي الموسيقى في الفيلم مش تصويريه، دي بس وسيله للتعبير الوحيده لبيكس. لما بتغني بنعرف ان هي حاسه بايه اكتر من كلام، والاغاني كانت حزينه جدا وغرو خام ومليانه صدق بجد. والنهايه طبعا النضج بتاع الرحيل ده اللي قلت لكم عليه بوردر لاين، بيكس فهمت انها لازم تمشي عشان تهرب، لكن في الحقيقه هي نضجت. الرحيل المره دي كان بقرارها هي مش بنتيجه خيانه او فشل، وده بيبين ان الشخصيات اتطورت وبقت مستعده تبدا صفحه جديده بجد بعيد عن اشباح الماضي وكده. الفيلم ده يا جماعه انتج في 2017. الافلام دي يا جماعه مش منتشره في مصر، محدش في اليوتيوب بيعملها غيري اصلا، مش حتى حد اجنبي عمل الفيلم ده. يعني الفيلم ده انا عشان اعمله جبت الفيلم السورس الاصلي وخدت مشاهد منه وبدات فاهمين قصه يعني. فاعتقد ان انا واخد تفرد بالفيلم ده. نكون في حلقه جديده، وصلوا فيديو 40 لايك ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر، لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واسيبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.